صلاة ربي وسلامه عليه. أما بعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أبدأ هذه الخاطرة بما بدأنا به كلامنا في أول رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية وهذا الكلام الجليل بدأنا به شهر رمضان، وها نحن نودعه ونتذكر هذه الآية العظيمة. ها هو الحبيب سيفارق. يا حبذا لو أننا وقفنا وعقلنا هذا الكلام الآن، وها نحن نستشعر معاني هذا الكلام العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل يا ترى حققنا التقوى لله؟ حققنا التقوى لله؟ لعلكم تتقون. يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي حصيلة الصيام، فهل تحققت؟ ثم يقول: أياما معدودات. أسألكم بالله، ألم تكن أياما معدودات وها نحن نفارقه، بل نعد أيامه الأخريات أياما معدودات. ثم بعد ذلك في آية يقول: شهر رمضان. في البداية لم يحدد شهر الصيام، وإنما بعد آيتين قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الكلام هنا عام، ولم يخصص ليلة نزول القرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان عام، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلا بد للعام أن يخصص، كما يقول أهل الأصول: شهر رمضان سياق عام، ثم ظل السياق يخصص شيئا فشيئا إلى أن جاءت سورة الدخان. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولكنه لم يحدد الليلة. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق. ظل يعدد صفات هذه الليلة: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ولكنه ظل الخطاب عاما ولا بد أن يخصص، إلى أن جاءت سورة القدر يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. خصص العام وحدد الليلة بنفسها بليلتها باسمها، أي ليلة نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتي نتمنى على الله أن تكون هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك جاء السياق ويصف لك هذه الليلة: هي خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه القرآن كله. المستمع يستفيد أن القرآن كله نزل في ليلة واحدة. وعندما تأتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تراه قد عاش في حياة الدعوة 23 سنة، والقرآن ينزل عليه 23 سنة. إذا كيف يقول القرآن إنا أنزلناه، أي كله في ليلة القدر، والقرآن يتنزل لطوال 23 سنة؟
يقول ابن عباس: إنا أنزلناه كله إلى بيت الحكمة في السماء الدنيا. ثم ظل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنين وحسب الحوادث. ولذلك عندما تأتي إلى كتب علوم القرآن، أول موضوع يتكلمون فيه عن القرآن وعن علومه وعن صفاته، ومن صفاته أنه نزل منجما. ما معنى منجما؟ أي مقررا حسب الحوادث التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قد ضاهرني. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فنزل جبريل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ونزل حكم الطهارة. يسألونك عن الأهلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم، فجاء الرد من القرآن. انظر، ينزل القرآن حسب الحوادث. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. زاد الجواب. وهذه صفة من صفات القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سئل يأتي الجواب وزيادة، لأنه نزل من الكريم. هذا أمر. الأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق كل ما يتعلق بالقرآن عمليا. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا الخيرية. لم يقل خيركم من كان يملك مالا أو من كان عنده جاها أو فلانا. قال: وإنما خيركم من تعلم القرآن تعلمه. قال: وعلمه. لا يحتكر هذا التعليم. فكان يطبق هذا عمليا. كيف؟ مرة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث بسرية تجاهد في سبيل الله، فأراد أن يجعل لها قائدا، وهو ينظر إليهم ويعرفهم بأسمائهم هذا وهذا وهذا، ولكنه أراد أن يعلمنا منهجا أن القرآن وصاحب القرآن هو خير من وجد. فقال: من يحفظ القرآن؟ فلم يجبه أحد. قال: من يحفظ النصف؟ لم يجبه أحد. قال: من يحفظ سورة البقرة؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: أنت قائل. هذه الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة البقرة. ونحن في هذه الليالي الأخيرة من رمضان نوصي أنفسنا وجميع إخواننا بهذه السورة العظيمة. جاهد نفسك أن تحفظ سورة البقرة، وأن لا تخرج من الدنيا إن لم تكن قد حفظت القرآن. فاحفظ البقرة وآل عمران. كلنا نسمع يأتيان كالغمامتان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصور لنا هذا الأمر في هذا اليوم العصيب، وفي الحر الشديد تظلك سورة البقرة وسورة آل عمران. قل لي بربك ما هذا الفضل العظيم. أروي لك حادثة واقعة، ونحن نريد أن نحقق ما أوصانا به محمد عليه الصلاة والسلام، حبيبنا عليه الصلاة والسلام، عندما أوصانا بالقرآن. رجل كان ساحرا، وأنا رأيت هذا اللقاء، ثم تاب ورجع إلى الحق، وحدثت معه مقابلة. فيقول له المقابل:
المقدم كلمنا عن أغرب موقف حدث لك. قال نعم، جاءني إحدى المرات شاب وقال إني متزوج وأحب زوجتي وأهلها قد أخذوها مني، وأنا جئت إليك لكي ترجعها إلي بالسحر. قال هذا الأمر بسيط، اذهب وستأتيك صابرا إلى بيتك. يقول أسبوع ولم تأتي إلي، فجئت إليه لم ترجع إلي. قال أريد أن أقول لك الحقيقة، كلما نتقرب إليها نحن السحرة أعاذنا الله منهم نراها محصنة. ماذا تفعل؟ قال الله، زوجتي كانت كل يوم تقرأ البقرة وأنا رأيت هذا اللقاء، فالذي يحفظ البقرة ويتلوها لا يتقرب إليه شيطان من الإنس والجن. نهاية الآخر مراكز قد أخذت على عاتقها أن تعلم القرآن، ومن هذه المراكز هي بيت القرآن في كيفان. والإخوة جزاهم الله خيرا قرروا أن يعملوا مسابقة في هذا الشهر المبارك، وبالتخصيص هي مركز قيم. مركز قيم التابع لبيت القرآن عمل ووقف على هذه المسابقة من أول يوم من أيام رمضان، من أيام هذا الشهر المبارك. وها نحن وقد قرر الإخوة أن يوزعوا الجوائز للذين حفظوا ما تيسر لهم من القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جندا من جنوده، ومن الذين يحفظون القرآن، ومن الذين يدافعون عن القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يحيينا على القرآن، وأن يميتنا على القرآن، وأن يسعدنا بالقرآن، إنه ولي ذلك القرآن. تفضل الأخ محمد عبد السلام الرمدي لتوزيع الجوائز. الآن نراجع الفائزين. المتسابق الأول الأخ حمد سليمان الحسن، حفظ في رمضان إلى يوم 20 رمضان تخصيص 80 صفحة، وهذا والله فتح من الله عز وجل. 80 صفحة في 20 يوم. المتسابق اسمه الوليد عجيل الطفيل، حفظ 58 صفحة. المتسابق عبد الرحمن سمير العوض، وقد حفظ في 20 يوم 53 صفحة. المتسابق عبد الوهاب علي الطوبة، حفظ 40 صفحة. المتسابق أحمد عبد اللطيف الحوض، حفظ 33 صفحة ونصف. نسأل الله أن يكمل. المتسابق عبد المحسن سعود، حفظ 17 صفحة. المتسابق محمد عبد اللطيف الدعيجاني، محمد عبد الله، حفظ 17 صفحة.
مصعب محمد الشريف 15 صفحة ونصف. أنا بعدين أسأل عن السر في هذا النصف. المتسابق عبد العزيز أحمد إبراهيم 15 صفحة. المتسابق علي سليمان العيسى حفظ 14 صفحة. جزا الله تعالى القائمين على المسابقة خير الجزاء، وجزا الإخوة في بيت القرآن خير الجزاء. أختم كلامي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معناه انظر إلى التصوير النبوي الجو الذي ليس فيه شيء من القرآن، ليس فيه شيء من القرآن ولو آية سورة صغيرة. قال كالبيت الخرب، كالبيت الخرب، تصوير نبوي عجيب. أي لا صلاح ولا يسقط للسكنى ولا لأي غرض من الدنيا. تصوير عجيب. بيت خرب لا يصلح للسكنى، أي لا يصلح لسكن الإيمان ولا يتحقق الإيمان فيه. كبيت خرب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القرآن، وأن يحشرنا على القرآن، وأن يميتنا على